طبعا هو بلاش المجلس العسكري، هو احنا نقول دور صندوق رعايه اسر الشهداء والمصابين في مثل هذه الاحداث. نعم، اللي حضرتك مسؤول عنه. هو بعد اذن حضرتك يا خيري، ما اعرفش كده، انا عايز احط شويه علامات استفهام على مجريات الامور والاحداث اللي بتتم في الزخم السياسي اللي احنا فيه، وفي الشكل العام التحضيري لانتخابات برلمانيه اللي بنطمع فيها الوصول لبرلمان منتخب نزيه ممثل للشعب المصري. هل هو هذا هو الهدف، ان يتم فيه مثل هذه الاعتصامات ومثل هذه المليونيات، بدل ما نتوجه الى الوعي السياسي وتوجيه الناخب المصري الشريف اللي قاعد منتظر يعي شكل الاحزاب اللي جايه ومناهجها ايه، وما هي سوف تقدمه لمصر، وما هي اساليب ودور الناخب المصري في الادلاء بصوته. لابد ان احنا يكون لنا رؤيه وتوجه، مش رؤيه وتوجه لعقد مليونيات وزخم في الاسكندريه وزخم في دمياط واحداث متتاليه متلاحقه. المطلوب منها هو اجهاد القياده اللي بتقود الدوله في مثل هذه الامور، في مثل هذه الاونه، لتحويل توجهاتها لتنفيذ انتخابات. هذا السؤال في علامات استفهام كثيره. طيب، لماذا ظهر ملف اسر الشهداء والمصابين في هذه الفتره، رغم ان هناك من الامور التي تم تقديمها في هذا الملف اعتبارا من يوم 30/7/2011 امر السيد القائد العام المشير حسين طنطاوي بتبني ملف اسر الشهداء والمصابين، ودعم الصندوق ب 100 مليون جنيه، وتم تنفيذ في اليوم التالي صرف اول شيكات لاسر الشهداء والمصابين رغم الاجراءات القانونيه المعقده، ولكن تم الصرف في اليوم التالي، بدء المراحل الاولى لصرف الدعم المادي لاسر الشهداء والمصابين. واستمرينا في الصرف الى ان وصلنا ل 92% من المصابين وقرابه 90% من الشهداء اسر الشهداء. تم صرف الدعم المادي المخصص له، وهم 5000 جنيه لمن كل من هو شارك في الثوره واصيب ولم تتاثر الاصابه بتاعته بنسبه عجز، صرف 5000 جنيه، وصرف 15000 جنيه اي نسبه اصابه في هذا لصالح من هذا الملف، ثم 30000 جنيه لاسر الشهداء. وتم تكريم اسر الشهداء ب 25 فرصه حج من قبل القوات المسلحه، و10 فرصه حج من قبل وزاره السياحه، واتحطت محددات ومعايير للحج، علاوه على ان هناك في وعد من وزاره الطيران المدني لتنفيذ عمره ل 100 مصاب من المصابين. وحطينا محددات عشان نحقق العداله الاجتماعيه، ان النهارده قلنا المصابين اللي هيطلعوا عمره اللي هم فقد عين يقدر يتحرك وينفذ مراسم العمره. المبالغ اللي تم صرفها كدعم مادي من قبل الصندوق لصالح اسر الشهداء والمصابين. علاوه على ذلك تم عقد مؤتمر وتم التنسيق مع المحافظات، وجاهم سكرتير عام كل محافظه ومع المستشار العسكري واحد مصابي الثوره واحد اسر الشهداء، عشان نبحث آلية تنفيذ تقديم الخدمات لصالح اسر الشهداء والمصابين. سيادة اللواء، انا مش عايز اقطع حضرتك، بس الوضع الان وصل الى ما ابعد من ذلك بكثير. او دول اللي موجودين في ميدان التحرير مش مصابين يا اخي. تمام، ده دلوقتي طبعا مش مصابين خالص، اللي كانوا موجودين. أيوة. لان هل تعتقد مصابي الثوره بيمسك الطوب ويولع حرايق ويضرب؟ اذا ما هوش محتاجه مني علاج، ده اقوى مني بنيه ومنك يا خيري. هل دول هم مصابين الثوره؟ اذا من هو اعتلى عرش هذا المصابين؟ من له المصلحه في ارباك الدوله؟ سياده اللواء، ايوه يا اخي، هناك ربطين اذا سمحت لي حضرتك بس باستيضاحهم، هذا يدور في ذهن الناس كلها. لماذا تتكاسل الشرطه مع ناس بتقطع طريق
وناس بتضرب وناس بتضر باقتصاد مصر بالايام والاسابيع، ولا تقترب منهم في نفس الوقت اللي 100 أو 150 يصبح الحل هو التعامل بعنف. ليه؟ ده شيء غريب قوي انا بسمعه منك يا أستاذ. انا بس بطرح على حضرتك ما يطرحه الناس. وانا مش هجاوب على حضرتك. هو الاعلام المصري هو اللي بيجاوب، والقنوات الفضائيه هي اللي بتجاوب، ان كل يوم بيتم القبض على البلطجيه وتجار المخدرات واسلحه بتتهرب. ده لسه امبارح يا خيري عربيه جايه من راحه اسيوط بتنقل سلاح وتم القبض عليها في احد الأيام. نعم، انا لا اتحدث عن هذه الجهود سيدي يعني خالص. ما هو النهارده وفي اجراءات بتنفذها بتفعلها الداخليه للقبض على البلطجيه. لا، انا عايز اسلم ان اللي كانوا موجودين يا سياده اللواء في ميدان التحرير غلطانين واعتصامهم خاطئ، زي ما بنسلم كتير ان اللي بيقطعوا طريق وهم لهم مطالب غلطانين، لكن لا يتم التعامل معهم بهذا العنف اللي تم النهارده. السؤال ليه ما تمش التفاهم معاهم؟ الصندوق قام بجهود كبيره جدا. معلش يمكن الصوره مش منقوله ليك مباشره ومتابعه، انا متابع الاحداث منذ البدايه. نعم. تمام. في داخل ميدان التحرير لم يتم تعدي فرد شرطه على الا بعد ما تم التعرض لرجال الشرطه، ودول هيبه الدوله. هل تقبل يا خيري وانت قاعد في قلبك؟ لا احد يقبل. هل تقبل يا خيري وانت قاعد في البيت واحد ماشي بره واقول له ما تقفش تحت هنا البيت ده له حرمه، تمام؟ البيت له حرمه، وفي الكثير من ان انا عايز احافظ على الحرمه اللي موجوده، اقول له بعد اذن حضرتك اخلي المكان ده. يقول لي ما انت مش هخلي المكان واقوم ماسك طوبه ومزهلك كسرك الازاز يا خيري، رد فعلك هيكون شكله ايه؟ ما هو احنا بنقول دوله القانون يا خيري، واحنا بنسعى لتنفيذ دوله القانون. ما هي الناس مش شايفه دوله القانون دي مطبقه في كل الحالات يا سياده اللواء. القانون مطبقه في كل الحالات، والا ما نكونش بنقول بقوه ان احنا قادرين على تنفيذ الانتخابات وهتنفذ الانتخابات بالقانون. النهارده ما هو الهدف الرئيسي من الاعتصام في ميدان التحرير؟ الهدف الرئيسي اللي كان بادئ الصبح مختلف عن المطالب اللي بتتم دلوقتي. بالظبط كده. يبقى انا احط علامه استفهام. على طول. مين اللي جاوب علامه استفهام؟ اذا انا برتب شيء عشان احقق هدف اخر تاني، اللي انا مش قادر احققه عشان كان من بدايه الثوره وانا بسعى الى زج القوى المسلحه في ارض الشارع. سياده اللواء، مين ليه مصلحه في عدم اتمام الانتخابات؟ يا فندم، مين ليه مصلحه في عدم اتمام الانتخابات؟ ما هي القوة اللي داخل مصر اللي مش عايزه انتخابات تتم؟ بشيء بسيط قوي، اجابه بسيطه قوي. من له مصلحه في اسقاط مصر. دور على من له مصلحه في اسقاط مصر. اسقاط الدوله. طيب انا لازم اكمل مع حضرتك بنفس السؤال، من له مصلحه في اسقاط مصر داخل مصر؟ من لا يريد الخير لمصر. ما هذا سيظل كلام يعني ابص في ارض الشارع يا خيري، هل هم دول الشعب المصري؟ ما اقدرش انكر انهم من الشعب المصري. هل الشعب المصري هم هؤلاء الفئه اللي موجوده في ميدان التحرير؟ الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج على التلفزيونات اللي موجود في ميدان التحرير هي فئه قليله. اعتقد حضرتك شايف فيهم اشخاص مرشحين لرئاسه الجمهوريه واشخاس من احزاب واضحين جدا وناشطين سياسيين شباب كويسين. شيء يسعدني ان الاباطره السياسيين موجودين في ميدان التحرير، بدل ما النهارده نطالبهم احنا كشعب مصري توعيه والحفاظ على مصر. سياده اللواء، في 15 محافظه الان بما فيها القاهره العاصمه مشتعله وفيها ناس غاضبه في الشوارع، ما الذي يمكن ان يحدث؟ الناس منتظره حد يتحدث معها، لا في حد من الحكومه طلع يتكلم ولا حد من المجلس طلع يتكلم. المساله تجاوزت صندوق الشهداء والمصابين، المساله بقت اخطر من ذلك بكثير. ماذا نقول للناس اللي قاعده في بيوتها وقلقانه دلوقتي؟ انا بقول لك يا خيري ان النهارده الناس اللي قاعده في بيوتها تعي جيدا ان هناك علامات استفهام على الاحداث اللي بتدور حوالينا. من هم موجودين الان في ميدان التحرير؟ انت بتقول لي رؤساء احزاب موجوده في ميدان التحرير، وبتقول لي ناس مرشحين لرئاسه الجمهوريه موجودين في ميدان التحرير. ماذا يريدون من مصر؟
والى اين تذهب مصر؟ طيب سياده اللواء، انا همشي مع حضرتك بالظبط. هناك علامات استفهام وهناك ايادي تلعب من داخل مصر وخارجها. المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد، ووزاره الداخليه، وعندنا امن قومي. الناس نفسها مره تطلع تقول خدوا بالكم هذه القوة اللي اسمها كذا بتعمل، لدينا جهات بتشتغل على، يعني تبقى المسائل واضحة، الناس تفهم أعدائنا فين. احنا مش عارفين أعدائنا، وهذا الكلام والاتهامات في أحداث كثيرة جدا تتكرر. احنا عايزين نمسك حاجة بإيدينا. عايز تمسك حاجة بإيدك يا يعني حضرتك انتوا اللي بتحكمونا، قولوا لنا احنا مسكنا وعرفنا الأصابع اهي علشان ناخد بالنا. بص على الشاشة اللي قدامك وانت تعرف من هم وراء هذه الأحداث. ماشي. أنا شايف مواطنين مصريين قد يكون فيهم بلطجية، لكن فيهم شباب كويس، وفيهم ناس غاضبة، وفيهم أهالي مصابين، وفيهم أهالي شهداء. مش هعرف أصنفهم. احنا لا ترجع يا خيري بالذاكرة ليوم 25 يناير و28 يناير، تمام؟ واللي كانوا موجودين في ميدان التحرير، وما هو الهدف الرئيسي اللي كانوا طالبينه. والنهارده هو مطلوب اليوم، وانا في غضم اعداد وتجهيز لانتخابات عشان نقول برلمان له من المصداقيه وله من القوه ان هو يشكل حكومه ويعبر بهذه البلد الى بر الامان. هل هو الهدف ان انا اطول مده التعرض؟ انا هقول لك على حاجه يا شيخ، انا النهارده ماشي على طريق وبعبر هذا الطريق، وبيقولوا لي الطريق ده فيه ضرب نار. اعبر الطريق ده باقصى سرعه ولا امشي بخطوات هادئه عشان ما اتعرضش للنيران؟ بس انا لو لقيت نيران طالعه عليا وانا في الطريق همشي بسرعه علشان الحق استقر، اروح لمنطقه امنه. يبقى هجري بسرعه الطريق، تمام؟ هجري واعبر الطريق باقصى سرعه، مش كده برضه يا خيري؟ اذا كانت ما حول يحترق يا فندم، انا شايف هو هنا النهارده ما حولي بيحترق. نعم. ما حولي النهارده الفتره اللي احنا فيها دي بنتعايشها سويا هي فتره عدم استقرار والبلد بتحترق. يبقى امشي في هذا الطريق ببطء ولا اجتاز هذا الطريق باقصى سرعه عشان اصل بابنائي الى بر الامان؟ يبقى لابد ان احنا نجتاز هذه المرحله كتير من ابناء غاضبين يا سياده اللواء عشان نصل الى الانتخابات الحره. سياده اللواء انا اسف اذا كنت مزود مع حضرتك شويه. لا ابدا. بس انا عايز اقول لحضرتك احنا مشتاقين نسمع صوت مسؤول، يعني عندنا شبق ان احنا نسمع صوت الناس اللي قاعده في بيوتها نفسها حد يطلع يطمنها ويقول لهم ان الاعداد اللي قاعده تتزايد في الميادين، واللي بيشتبكوا مع مديريات الامن، واللي هيندس فيها من يندس، المساله تحت السيطره، وعندنا رؤيه وتصور وحل. عايزين نسمع ايه اللي هيحصل، التزايد اللي بيحصل في ميدان التحرير، اللي بيحصل في اسكندريه، في السويس، في الدقهليه، ايه اللي هيحصل يا سياده اللواء؟ طب ايه شيء غريب قوي، حاجه يعني اي واحد قاعد قدام قنوات التلفزيون ويبص لهذا الزخم اللي موجود في كل هذه المناطق والبؤر المشتعله في كل مكان يعرف ما هو الهدف منها. هل هو هدف هو استقرار مصر؟ خيري هل هو الهدف من استقرار مصر؟ طيب سيادة اللواء بعد إذن حضرتك أنا معايا الدكتور محمد حامد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، تسمح لي حضرتك يشاركنا الحوار؟ تحت أمرك. طيب سيادة اللواء بس السؤال هو الفكرة إنه يعني حتى لو في هذه المؤامرة، إحنا شايفين دلوقتي على الشاشة شباب مصريين عاديين، هل الطبيعي إن إحنا نسيبهم لمؤامرة موجودة في الميدان ولا يطلع حد يكلمهم ويفهمهم؟ لأن هو المشكلة دلوقتي مع وجود مؤامرة، لو في مؤامرة موجودة في الميدان، طب ما الشباب الموجودين دول بيستغل حماسهم وبيستغل رغبتهم في إن البلد تكون أحسن، وبيتم تشويه أفكارهم وبيتحركوا يعني بشكل فيه مشاعر. ومن الناحية الثانية يعني سواء مجلس الوزارة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما حدش بيطلع يتكلم معاهم، أولا يهدئ من روعهم ويطمنهم ويفهمهم إذا كانت في مؤامرة هي أبعادها إيه، وفي نفس الوقت يعني يرشدهم. يعني هم دلوقتي حتى لو في مؤامرة، احنا قبل المشهد الموجود ده كان تقريبا الميدان كله مليان،
وكنا شايفين شباب بتجري وبتحدف طوب على قوات الامن المركزي، وقوات الامن المركزي بتحدف عليها طوب. فحتى يعني هل في هيبه الدوله انه قوات الامن المركزي تبادل شباب حدف طوب بطوب؟ طب ما حد يطلع يتكلم يفهمهم، يهدئ من روعهم. لو هم اتلعب في دماغهم على انه احنا رايحين لحكم عسكري، طب ما يطلع حد يقول لهم لا احنا مش رايحين لحكم عسكري، وان خريطه الطريق كذا وكذا وكذا. التواصل يا سياده اللواء مع الناس بيطمن وبيريح، لكن لما الناس تترك لافكارها وتترك لشياطينها سواء من الانس او الجن، يعني اللي بيحصل ان الافكار بتتضخم في دماغهم، واي اشاعه هتتقال هيصدقوها وهيمشوا وراها، ويحصل المشهد اللي قدامنا دوت. فهم يعني طب حد يكلمهم يفهمهم يعني. هو انا طبعا متفق مع حضرتك في ان حد يكلمهم ويفهمهم. انا بناشد القادة السياسيين اللي موجودين في ارض الساحة، اللي بيعدوا للمليونيات، واللي موجودين زي ما الاستاذ خيري بيقول موجودين في قلب ميدان التحرير، عشان من المفترض ان هم بيهدوا من روعة هذا الشباب، لان الشباب ده مغيب تماما. يعني في منهم من لا يعي ما هو الاجراء اللي هو يفعله، ومغيب في وسط الزخم اللي موجود بيقود الاغلبيه الى اتجاه موحد، في اتجاه من هو يريد تحييدهم عن الطريق السليم. اولى بمن هم موجودين اللي بيطلعوا على الفضائيات يوميا عشان يبتدوا يهيئوا، هم لهم دور رئيسي في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. انا مش بهاجم حد، ولكن انا بقول النهارده لابد ان احنا نتقي الله في تعاملاتنا مع كافه اطياف الشعب اللي موجوده، ونوعيها بالمرحله اللي احنا فيها. المرحله اللي احنا فيها لابد ان احنا نتكاتف، مش نعتصم ونتعدى على هيبه الدوله المتمثله في الداخليه، ونقول النهارده الداخليه بتضرب المتظاهرين وما بتضربش البلطجيه. الداخليه 24 ساعه متابعه لكافه عناصر وبؤر الارهاب وبؤر العناصر. وانا ما اتكلمش عن بلطجيه خالص يا سياده اللواء، لان انا مش هشبه البلطجيه بمصاب الثوره. انا بتكلم النهارده مطلوب ان التوعيه للناس، من له اقرب التوعيه، مش الاحزاب السياسيه اللي بتتبنى المجتمع المدني عشان تقوده الى بر الامان. لابد النهارده في مشاركه من القياده السياسيه في ممثله في الاحزاب اللي موجوده، والرؤيه اللي موجوده انها تنصح. والنهارده القوات المسلحه او المجلس العسكري او الداخليه هي ادوات لها القدره على انها تحاول القدره على الحفاظ على النظام وتامين الداخل. ساعدني في تامين الداخل بالتوعيه السياسيه اللي هم الاحزاب اللي موجوده، اللي حضرتك بتقول لي الاستاذ خيري بيقول لي في من سياده اللواء انت لك محبه في قلوب المصريين كبيره وعندك رصيد يسمح، لكن عايز اقول لحضرتك ان احنا بندور على اجابه. انا اسف، انا بشتغل اعلامي يعني ايه اللي عايز اجاوب لك عليه يا خيري. إذا كان هناك مؤامرة في مشاهد احنا رافضينها وكل شيء، إذا كان هناك مؤامرة من خلف هذه المؤامرة كيف أنا يمكن؟ ما بقولش مؤامرة يا خيري، أنا ما جبت سيرة المؤامرة، أنا بقول لحضرتك إن هناك في تغييب لبعض العناصر اللي موجودة في أرض الشارع، والتغييب ده نتيجة لعدم الوعي السياسي اللي موجود لديهم، والوعي السياسي هو مسؤولية رؤساء الأحزاب والقادة السياسيين اللي موجودين. طب فإذا غابوا وعايزين ننقذ الشارع المصري وننقذ التداعيات اللي بتتم دي فيها خطورة، دور من يدير البلاد الآن ماذا يجب أن يفعل؟ الناس عايزة تعرف. المجلس العسكري ماذا يفعل؟ والداخلية ماذا تفعل؟ سيادة اللواء لو حضرتك تأذن لي، سواء رؤساء الأحزاب أو المرشحين المحتملين، الناس تعلم جيدا أنهم لا يملكوا رؤية يوضحوها للناس. الناس الآن تعلم جيدا أن المجلس العسكري هو اللي بيدير هذه الفترة الانتقالية، وكل الإشكاليات اللي موجودة في دماغة الناس ملهاش إجابة غير عند المجلس العسكري. المجلس العسكري دلوقتي بالنسبة للناس زي كده لما يكون واحد بيغرق وعايز يمسك إيد باباه. احنا يعني أي حد في القوة
القوى السياسية اللي موجودة، سواء رؤساء أحزاب، سواء ناس مرشحة لانتخابات برلمانية أو مرشحة لانتخابات رئاسية، لا يملكوا الإجابة لأنهم لا يملكوا سلطة، ولا يملكوا الإجابة لأنهم لا يملكوا رؤية لما هو آت. الناس الآن متخوفة، واتقال لهم في الشوارع إنه في إجراءات ما لتحويل حكم عسكري ما، وده غير حقيقي. مهما قال اي قيادي في اي حزب ان ده غير حقيقي حاجه، ولما يطلع ناس من رجعوا لنا المشهد ده تاني، ويا ريت حضرتك تكون شايف معانا. احنا شايفين مدرعات والقاء طوب ومواجهه مره اخرى واطلاق نيران، ده شيء مفزع جدا. النهارده يعني الناس يا سياده اللواء محتاجه تسمع كلام من المجلس العسكري، مش من اي قياده سياسيه. المجلس العسكري هو اللي يملك الاجابه على كل الاسئله الموجوده الان في الشارع، مش اي قوى سياسيه. والناس مش هتطمن إلا لما يكلمها ناس من المجلس العسكري. إذا كان بيتقال لهم إن المجلس العسكري عايز يستأثر بالحكم وده غير حقيقي، محدش هيصدق إلا لما يطلع المجلس العسكري ينفي هذا وينفي هذا بشدة، ويقول للناس إيه الخريطة اللي إحنا رايحين لها، عشان يطمنوا، وعشان الشباب دول أكيد في قلوبهم حب للبلد، وأكيد نفسهم يعملوا حاجة، وحماسهم في قوة بتلعب في دماغهم وبتحركهم، فبتخلي هذا الحماس يطلع بدل في البناء بيطلع في الهدم. الناس محتاجه تسمعكم يا سياده اللواء، لازم يحصل تواصل. اول خطوه في بدايه تسليم السلطه ايه؟ مش تنفيذ انتخابات برلمانيه؟ نعم. احنا والمجلس العسكري والداخليه والحكومه بتسعى لتنفيذ انتخابات برلمانيه. هو المداخله الطيبه دي لو كانت الساعه 7 مساء او 5 مساء اعتقد. المهندس سعد الحسيني اللي بيتكلم حضرتك عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، يعني سيادة اللواء. الفهم الواعي هذا والراقي والمطمئن إذا كان تم من 7 ساعات أو 8 ساعات أو 10 ساعات أعتقد كان يفرق. يعني احنا سعداء إن حضرتك بتكلمنا وبتطمنا وبتؤكد لنا إن أنتوا واعيين ومدركين وملمين بالأمور ومشكين بيها، بس كان في الساعة 1:30 وحش البيت 1:30 بالليل. يعني كلنا من الصباح نقول أين نريد مسؤولا، نريد مسؤولا. هي دي القضية. أستاذن حضرتك إن كان من اعتبارا من الساعة 10 صباحا كان هناك في اتصال مع المصابين، وتعرضنا لمطالبهم، واتضح في المطالب إنها جزء كبير منها مستجاب، وبكره من المنتظر في عرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ببعض المطالب المفروض تفعيلها في ارض الواقع لصالح المصابين. والمصابين كانوا بداوا يغادروا ميدان التحرير، ثم اعتلى الميدان بعض الشباب اللي هو وارد يكون ما تفهمش الامور بشكل واضح، وحدثت مثل هذه الاحداث. ولكن ما يخص المطالب المشروعة لأسر الشهداء والمصابين تم بحثها اليوم وانتهينا منها تماما. أما ما يحدث الآن ده موضوع خارج تماما، ده هو يعتبر علامات استفهام محطوطة، ما هو الهدف منها؟ طبعا عندي سؤال. سيادة اللواء، هل وارد تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ وليه نأجل الانتخابات البرلمانية؟ علشان احنا شايفين ان الامن النهارده تعامل ثم اختفى في ميدان واحد في مصر. يا استاذ خيري، اتفضل يا فندم. انا بقول لحضرتك بعد اذنك، هناك الشارع اللي موجود اللي حضرتك هتعبر منه، الشارع ده معرض لنيران كثيفه. تعبر هذا الطريق باقصى سرعه ولا تمشي بخطوات متمهله فيه؟ يبقى لابد ان انا اعبره باقصى سرعه، يعني انفذ انتخابات برلمانيه باقصى سرعه، واعتمد على انه هناك يطلع برلمان تتشكل منه حكومه عشان تقدر تتحرك بالبلد الى بر الامان، ويتعمل دستور ويتعمل انتخابات رئاسيه، ويتم رجوع القوات المسلحه الى سكناتها عشان تزاول مهامها الرئيسيه. اذا المجلس مصر على اتمام الانتخابات البرلمانيه في موعدها ان شاء الله، وتسليم السلطه الى سلطه مدنيه، وكل مصر معكم. وده من اول يوم تولت فيه القوات المسلحه وتولى فيه المجلس الاعلى ان السلطه مدنيه مدنيه مدنيه. طيب، اخر سؤال عندي للدكتور عماد جاد. اتفضل يا دكتور عماد. انا بس عندي سؤال لحضرتك يا سياده اللواء. في فرق بين ان احنا نقعد نحلل زي حالاتنا كده، ما عندناش لا معلومات ولا عندنا استخبارات، ونقدر نقول في نظريه مؤامره وهناك عناصر من الداخل وعناصر من الخارج،
واحنا نقدر لو بعدم مسؤوليه نتهم ونقول الجهه الفلانيه. اسمح لي حضرتك لسه ما كملتش. اسمح لي حضرتك، انا ما اثرتش نظريه مؤامره. لا انا لسه ما كملتش، حضرتك ما فهمتنيش. لا عشان حضرتك لو تقويني شيء انا ما قلتش. لا انا ما قلتش حضرتك، انا بعمل مقدمه لكلامي. ابعد من ذلك بكثير. لا انا بعمل مقدمه لكلامي. يعني بمعنى ان لما اجي اقول ان هناك جهه انا اللي منتظره من الذي يدير شؤون البلاد ما يقوليش علامات استفهام، ما يقوليش في جهه ورا تخريب مصر، يحط ايديه على اللي بيخربه. اللي بياخد اموال من الخارج ما يطلعش كلام انه بياخد اموال من الخارج، يتمسك ويتمسك حسابه ويتعمل دوت. انا عايز اطمن، احنا مش مطمنين. الانفلات موجود والبلطجه موجوده والارهاب موجود والعنف موجود، وفي نفس الوقت انا مش شايف رئيس وزراء يطلع يقول. رئيس الوزراء سياده اللواء بيخاطب الناس على تويتر، كم من 100 من المصريين عندهم تويتر، ما يطلعش ليه يعمل بيان للحكومه؟ ما يقولش ليه؟ وبعدين ان انا متحفظ جدا على الكلام اللي بيقول ان شباب مغرر بيه او شباب مغير. الموضوع اكبر بكتير جدا من صندوق رعايه الشهداء، مع احترامي وتقدير المهمه اللي حضرتك بتقول بيها. ايوه طبعا، هو الموضوع اكبر من موضوع رعايه، لان ما يخص الشهداء والمصابين تم انهائه الساعه 2:30 الظهريه. يا فندم احنا حاسين بخطر على البلد. ايوه، حد يطلع، رئيس الوزراء يطلع. وانا مع حضرتك. يعني انا عايز اطمن ان اللي بيدير شؤون البلاد يقدر يقبض لي على البلطجيه ويقطع ايد اللي جاي يتدخل من بره ويعتقل اللي بيتدخل من جوه. ده اللي انا عايزه بس. ان شاء الله. يعني رغم كل هذه الاحداث وكل الزخم اللي احنا شايفينه والاضطرابات في كافه الاتجاهات، لكن ان شاء الله بعون الله ان مصر ربنا سبحانه وتعالى حافظها، وان شاء الله هينفذ ما تم سرده من تنفيذ انتخابات برلمانيه، ثم تشكيل لجنه تاسيسيه لصياغه الدستور، ثم انتخابات رئاسيه وسط هذا الزخم يا خيري. لان النهارده انا براهن على الشعب المصري الواعي اللي موجود ولامم مثل هذه الاحداث، وهيبان عندنا في الانتخابات ان شاء الله ان هيبقى شكل ثاني اخر خلاف اللي احنا شايفينه. هل منتظر يا سياده اللواء ان يصدر اي بيان من المجلس العسكري لتوضيح الامور للشعب المصري؟ والله انا ما اقدرش اصرح لك بان هناك في بيان عسكري، لكن من المؤكد ان هناك هيبقى فيه رد فعل لمثل هذه الامور، وهتظهر يعني في اقرب فرصه. شكرا على وقتك سيادة اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى والمسؤول عن صندوق الشهداء والمصابين لثورة 25 يناير. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا مرة أخرى. احنا هننام ولا